السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور رمضان خيري في فيديو جديد. النهارده يا جماعة عايزين نتكلم عن مشكلة الإمساك. الحقيقة مشكلة الإمساك مش بس صعوبتها في الحمام وفي إن أنت مش عارف تعمل حمام زي الناس. مشكلة الإمساك ممكن توصلك لمشاكل تانية، مشاكل تانية كتير جدا. علشان كده أنا عايز أقول برضو إن حتى علاج الإمساك ممكن يوصلك لمشاكل أكبر. علشان كده أنا عايزك تعتمد في علاج الإمساك على حاجات طبيعية: شرب لبن، شرب مية، أكل حاجات فيها ألياف، خضروات، فواكه، قبل ما تروح الصيدلية وقبل ما تاخد أدوية من الصيدلية. ولو وصلت لمرحلة الصيدلية ورحت الصيدلية وخدت أدوية زي مينالاكس أو غيره، فأنا مش عايزك تعتمد على الأدوية دي بشكل رئيسي، وإن أنت خلاص كل يوم ليل نهار بتاخد خلاص أنت مبقتش تعمل حمام غير بالدواء. خلاص هاخد حباية عشان ما يجيليش إمساك، هاخد مش عارف إيه حبايتين بالليل عشان أصحى من النوم مثلا أعمل حمام. احنا عايزين نعرف ان المينالاكس والحاجات دي بتبقى عند اللزوم، استخدمها ايه يوم اتنين تلاتة، خلاص الدنيا ظبطت، خلاص نرجع للالياف، شرب المية، لبن ساقع، الكلام ده. علشان خاطر لو انت استسهلت وبقيت تاخد المينالاكس مثلا او حاجات تانية للامساك يوميا، خلاص انت معدتك هتتعود على كده، وعملية الإخراج عندك مش هتبقى بالسهولة اللي أنت متخيلها، وهيحصل لك مشاكل في الهضم ومشاكل في حاجات كتيرة جدا بسبب إن أنت استسهلت من البداية ومظبطتش الأكل بتاعك وما تعودتش أو ما حاولتش إنك تعالج الموضوع بشكل طبيعي. فطبعا معدتك هتتوقف تماما عن العمل، ممكن يحصل شلل في الأمعاء لا قدر الله بعد فترة لو أنت اعتمدت بشكل كبير على الأدوية الإمساك. في الفيديو ده انا كنت عايز بس اوضح المعلومه دي واقول ان ممكن علاج الامساك هو اللي في الاخر يعمل لك مشكله كبيره جدا اكبر من الامساك في حد ذاته. اعتمد على شرب الميه، اعتمد على الخضروات، الفواكه، الحاجات اللي فيها الياف، الحاجات الطبيعيه، علشان خاطر ما ترجعش تندم وتقول يا ريت. اتمنى الفيديو ده يكون بسيط خفيف ومفيد، تكون استفدت منه معلومه. يا ريت لايك للفيديو، متنساش تشترك في القناه علشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله. لو في اي سؤال سيبوهولي تحت في التعليقات اجاوبك عليه بسرعة ان شاء الله، واشوفكم في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.